هنتكلم عن أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه. الاضطراب ده بيبقى فيه أعراض مختلفة. من الأعراض دي صعوبة التركيز، مش صعوبة الاستيعاب. هو بيستوعب لكن ما بيعرفش يركز، ما بيقدرش يركز، بيبقى بينسى بسرعة لدرجة احنا ممكن نقول ان ده بيعاندنا، ان ده من الشقاوة، اصل في حاجة تانية شاغلة باله. هو في 100 حاجة شاغلة باله، في 100 حاجة شاغلة باله، ولذلك هو عنده تشتت انتباه. ما بيعرفش يركز في حاجة واحدة. ايه من المية هو مركز فيها؟ ولا حاجة. لا مركز في اللعب ولا مركز في مذاكرة. ما عندهوش القدرة ولا الطاقة ان هو يركز. عنده اندفاعية شديدة، تلاقيه بيتكلم من غير ما يفكر. بيبقى عنده تملل، ما يقدرش يقعد في مكان ولا يثبت على وضع واحد اكتر من 10 دقايق. عنده احلام يقظة كتيرة جدا. انت بتتكلمي في شيء وهو سرحان في شيء تاني ملوش علاقة باللي انت بتتكلمي فيه، او بالمدرس او بالمدرب. مدرب ممكن يديله توجيه وهو يبقى دماغه في حتة تانية، وممكن ينفذ توجيه تاني. نقول ان ده عندي، ملهوش برضه علاقة بالعند، هو له علاقة ان هو مش عارف يتواجد في المكان اللي المفروض هو يتواجد فيه. من اعراضه التبول اللا ارادي. التبول اللا ارادي من 5 سنين ل 12 سنة. الطبيعي ان هو بينتهي عند 12 سنة وبدون علاج. ده بيبقى جزء من الاضطراب. ومن الشائع ان احنا بنشوف عند الطفل ده طاقة كلامية مفرطة، بيتكلم كتير جدا وما بيفصلش، وبينط من موضوع لموضوع. طب انت في النهاية انت عايز تقول ايه؟ هو مش عايز يقول حاجة. هي اسمها طاقة كلامية، قوة داخلية بيعبر عنها بالكلام وبالحركة. التعامل الجيد مع اولادنا في الظروف الضاغطة اللي هم بيمروا بيها دي، اللي احنا مش شايفين ان هم بيمروا بظروف ضاغطة. هم عندهم كل حاجة، متوفر لهم كل حاجة. فايه اللي يجيب لهم اضطراب؟ اللي بيجيب لهم اضطراب اسباب جينية، اسباب هو ملوش علاقة بيها. جزء من تشريح المخ بيبقى فيه جزء من المخ زائد. الجزء ده بيبقى ضاغط على عصب معين، هو اللي بيعمل له فرط الحركة وتشتت الانتباه. علينا اولا نتعامل معاه على ان هو عنده اضطراب، مش على ان هو ولد شقي ولا ولد مؤذي ولا ولد عدواني. مش دي الحقيقة. الحقيقة ان هو عايز حاجتين: اهتمام وتقديم خدمة. الاهتمام بيبقى باهتمام بالمشاعر. اهتموا بالمشاعر جدا جدا، لازم هو هيهدى. تقديم خدمة ان انت اولا قدمي له الخدمات، ما تخليهوش هو لازم يقوم بكل حاجة، لان هو ما عندهوش القدرة ان هو يقوم بكل حاجة بحاجاته الشخصية. دماغه ما بتجمعش بين امر واثنين وثلاثة. لو قلت له 3 اوامر هينفذ واحد بس، لو قلت له امرين هينفذ واحد بس، هينفذ الاخير. العقل الباطن عنده بيبني على الاخير بس، بيبني على الاخير وبشدة وباستمرار.